اسم الإسكندرية الأصلي باللغة المصرية القديمة هو راكودي أو راكودا. راكودي بلهجة الشمال أو البحرية، وراكودا بلهجة الجنوب أو الصعيدية. المعروف تاريخيا إن في نفس المكان ده كان فيه بلد مدينة مصرية اسمها راكودي أو راكودا، وده من قبل الإسكندر الأكبر. وده الاسم اللي كان المصريين دايما بينطقوه وبيقولوه على المدينة بتاعتهم، وده واضح من خلال كل المخطوطات القديمة سواء من قبل الإسكندر ولغاية كل العصر اليوناني والروماني ولغاية دلوقتي كمان في الكتابات الكنسية. تعالوا نشوف شوية أمثلة. ده من أكبر سايت متخصص في الخط الهيروغليفي اسمه TLA، وكاتب هنا هوت ان موجود اسم راكودا او راكودي بالخط الهيروغليفي، وده حوالي سنه 322 قبل الميلاد، وكله موثق يعني اتلقى فين وموجود فين حاليا. نفس الكلام من نفس السايت بس ده في الخط الديموطيقي، اتلقت حوالي 55 مرة، وغطت الفترة من سنة 322 قبل الميلاد لغاية سنة 250 بعد الميلاد، وكله برضو موثق. وده من سايت مشهور مخصوص بالخط الديموطيقي اسمه ديموتيك باليوجرافيك داتابيس بروجكت، وكاتب برضو فوق على الشمال راكودي الترانسليتريشن، وعلى اليمين راكودا او راكودي. وكل ده موثق برضو. ادي صور المخطوطات او البرديات اللي اتذكر فيها اسم راكودي يعني الاسكندريه، وبرضو كلها ما اتلاقت فين وموجوده فين حاليا. تمام. طيب هنا ده سايت اسمه كوبتك سكريبتوريوم، فيه شويه مخطوطات قبطيه معمول لها ترجمه وتحليل. فده قصه حياه واحد من البطاركه اسمه الانبا اسحاق. فمكتوب برضو كل ما تيجي سيره الاسكندريه بيتقال راكودي، وهنا مكتوب دينيشدي انفاكي راكوديا، يعني معناها المدينه العظمى الاسكندريه. فهنا واضح ان ما كانش قصدهم على حي معين، لا الاسكندريه كلها طول عمرها كانت راكودي. تمام. ده مجرد مثال، لكن في امثله تانية كتير اكيد يعني. هنا من العهد الجديد من أعمال الرسل، برضو كل ما تيجي سيرة الإسكندرية بتتكتب راكودي، أو زي أول مثال فوق مكتوب رام راكودي، معناها اسكندراني أو سكندري. أوكي. طيب السايت ده اسمه papyri.info، وده سايت مشهور جدا لكل البرديات القديمة، وقايل كده ان المصريين طول عمرهم كانوا دايما بيقولوا على اسكندرية راكودا او راكودي بلغتهم على امتداد كل العصور. جميل جدا. امال ايه الفرق ده جاي من فين اسكندرية راكودي؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان كلمة مصر اليونان بيطلقوا على مصر ايجيبتوس اللي جت منها كلمة ايجيبت، لكن المصريين طول عمرهم بيقولوا على بلدهم كيمي او كامي على حسب اللهجة زي ما قلنا قبل كده. نفس الكلام الإسكندرية الإسكندر أطلق عليها اسمه ألكسندرياس ألكسندريا، تمام اسكندرية، لكن الاسم الأصلي بالنسبة لكل المصريين كان دايما راكودي. احنا طبعا هنا او انا مش بقلل من اسكندرية او الاسكندر ابدا، عشان معروف ان الاسكندرية بعد الاسكندر الاكبر اخذت وضع تاني مختلف تماما، كونها بقت العاصمة عاصمة مصر، واستمرت عاصمة مصر لحوالي 1000 سنة. فطبعا شيء طبيعي جدا ان يكون كل التركيز والاهتمام على العاصمة، وده اللي اداها الشهرة العالمية في العالم كله. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.